المنظم ده مش استخدام واحد بس، ينفع منظم مكياج، منظم ادوات مكتبية، او منظم اكسسوارات، او حتى منظم للمطبخ او غرف الاطفال، حسب استخدامك وحسب القماش اللي تختاريه. في البداية انا استخدمت كرتونة باي مقاس حسب الحجم اللي محتاجاه، وجبت قماش خيش وقماش ملون وخيط خيش ومسدس شمعة او اي لزقة عندي. اول حاجة جبت الكرتونة وحددت الاطراف كلها علشان اعمل ارتفاع للمنظم. بعد كده هقص الاربع زوايا من الكرتونة بالشكل ده. بقى بالشكل ده معانا، وهمسك كل جنب واحدده بالقطر. وبعد كده هعمل قطع خفيف في الكرتونة. بس هنا في نقطة مهمة، قصيت اول طبقة بس من الكرتونة علشان تفضل ماسكة معايا وفي نفس الوقت تبقى سهلة في التانية. وبالشكل ده الكرتونة بقت مرنة وسهلة التشكيل معايا. بعد كده هجيب قماش الخيش وهثبت عليه الكرتونة كويس. هجيب اللزق بتاعي واوزعه على الكرتونة كلها علشان اثبتها في القماش الخيش. اول ما اتثبتت كويس في قماش الخيش، همسك اطراف القماش واتنيها لجوه وهثبتها كويس علشان يطلع الشكل نضيف. هكرر نفس الخطوات في كل الجوانب من الكرتونة بالشكل ده. بعد ما خلصت هجيب خيط الخيش، هقص 4 قطع منه واثبت كل قطعة في زاوية من زوايا الكرتونة، وده هيكون الاساس للشكل النهائي للمنظم. وهثبت الخيط بطريقة معينة بالشكل ده كده. هكرر ده في كل الجوانب. بقت بالشكل ده كده معايا. دلوقتي انا هجيب القماش الملون وهتني كل طرف منه كويس قبل التثبيت علشان يطلع مظبوط ومرتب من جوه. هثبت القماش في الاتجاه التاني لقماش الخيش من الكرتونة، واتأكد ان كل الاطراف متنية كويس بالشكل ده كده. وهنا المنظم بدأ يظهر معانا. في الاخر مسكت كل زاوية من الكرتونة وهتنيها لجوه وربطت خيط الخيش، والخطوة دي بالذات هي اللي ادت الشكل الجمالي للمنظم، وبقت النتيجة شيك ومرتبة وتحفة بصراحة. لو الفكرة عجبتك واستفدتي منها ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. لو حابة تشوفي افكار اكتر بسيطة وسهلة اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد.